لكل عيان وعيانة كانوا حاجزين معانا في كيور كلينيك للعلاج بالأكسجين النشط، لكن للأسف لغوا الحجز معانا. بقول لك وبقول لها إن إحنا عندنا فرصة كبيرة إن إحنا نتحسن من الأمراض المناعية، سواء كان صدفية، بهاء، روماتويد. من خبرتي في العلاج في كل الأمراض الجلدية وبعد كده خبرتي في الأذون، استنفذنا كل العلاجات، وللأسف إحنا بنمشي كويسين على نوع معين من العلاج، لكن بنرجع تاني بعد ما بنبطل. فأنا بقول لك ليه تحرم نفسك من التجربة بالعلاج بالأكسجين النشط؟ ليه؟ لأن احنا عندنا حوالي 90% من الحالات اتحسنت. في حالات قدرنا نسيطر على المرض زي البهاء في جلسات قليلة بالأكسجين النشط، في حين ان احنا عندنا زيرو آثار جانبية. ولكن العلاج بالكورتيزون هيقضي على المناعة عندنا، لان انا ما بقضيش على المناعة او جهاز المناعي اللي بيهاجم الجلد بس، انا بقضي على كل جهاز المناعة في الجسم. العلاج بالأكسجين النشط ما بيثبطش المناعة، بالعكس احنا بنحسن جهازك المناعي. كمان المريض اللي جاي لنا صدفية أو بهاء أو أي مرض مناعي ممكن كمان بيكون عنده مشكلة تانية، ممكن يكون عنده ضغط، عنده سكر، عنده ضيق في الشرايين، كل ده بيتحسن معانا بالأكسجين النشط. كتير من العيانين كانوا جايين بمشكلة بهاء ومشكلة سكر اتحسنوا معانا من المرضين. فأنا بقول لك ما تحرمش نفسك من التجربة، وخصوصا إن إحنا عندنا متابعة دورية. خليك واحد من اللي هيستفيدوا معانا بالعروض بتاعتنا وبالأكسجين النشط.